حبايب قلبي، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ طبعا النهارده هنعمله معاكم بقى ايه، هنعمله بانيه. ماشي يا حبايبي اهو. طبعا عملت الخلطه بتاعته ورقدته اهو يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله، والحباش بتاعه. بس البانيه مش هينفع لوحده يا حبايبي، البانيه مش هينفع لوحده، لازم ايه نعمله شويه خضار جنب منه. هيعملوا ايه بقى؟ صلوا على النبي كده واذكروا الله. اللهم صل على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. حبايبنا واخواتنا والبنات اللي لسه بتتعلم، احنا بنعلمه وبنتعلمه يا حبايبي. طبعا اي خضار عندك في البيت جنب البانيه لا ايه لازم نعمله طبق طبيخه، نعمله مثلا اي خضار مشكل عندك، اللي عندك اعمليه. طبعا انا عملت كوسه، جزر، بطاطس. صليتوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. وده الطماطم بتاعتنا ماشي. وهنا طبعا يا حبايبي جناحات اهيت هنعملوها بردك صينيه معاهم. طبعا ايه البصل بتاعنا ده ببهارات اللحمه، بالملح، بالثوم، بالبصل، بالفلفل الاسمر، بالحباش اللي عندك حبشيه. طبعا كده ايه تفركيها كده علشان تبقى تعمل لك ايه طعمه للصينيه يا حبيبه قلبي. ماشي. ونعملوا الصينيه بتاعتنا ونرجعوا لكم يا غوالي عشان ما نطولوش ايه عليكم. طبعا الملح والفلفل الاسمر والحاجات دي كلها يا حبايب قلبي. طبعا ايه نعملوها الاول، نفركوها ببعضها كده. ماشي. الله المستعان. اللهم صل على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. نعملوا صينيه حلوه كده جنب ايه، جنب البانيه. وهنعمله شويه رز كده حبايه وحبايه، او رز بشعريه. ما عندكيش شعريه اعملي شويه رز حبايه وحبايه، اعملي رز ابيض على حسب ايه يا حبيبه قلبي ما تحبي. ماشي اخواتنا الحلوين. وشكرا لحبايب قلبي اللي مشتركين معانا جديد، ولاخواتي وحبايبي اللي مشتركين معانا من قبل كده، ما نحرمش منكم ابدا. اللهم صل على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. طبعا تقولوا ام حسن رجلين الفراخ دي يا حبايب قلبي دي كلها كولاجين يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله. ديت للبشره وللشعر وللعظم، واللي احنا كنا بناكلوها زمان ايام اهالينا، ايام والدتي وكده، كنا ندبحوا الفراخ والرجلين دي كانت تتصمت وكنا ناكلوها. تعرفوا اقسم بالله عمرنا ما اشتكينا باي وجع، ولا عمرنا اشتكينا برجلينا. دلوقتي عندك الاطفال دلوقتي بيشتكوا برجليهم، رجليا بتوجعني، ده مش عارفه ايه، كل دوت من قله ايه، من قله العيال بتتامر بانيه حاجه مشويه شويه مكرونه. لا ده لازما الطبيخ، لازما الخضار ده يخش بيتك، لازما الخضار يا حبايب قلبي يخش البيت، لازما. انما العيال خابت، الاطفال الصغيرين طبعا من الاهالي الواحد ياخدهم على البانيه وعلى الاكل بتاع بره، حته كبده، الكلام ده كله يا حبايبي ما ينفعش. لازما الخضار في البيت، الخضار ده نعمه في البيت، نعمه يا حبايب قلبي. وجدعانوا معانا كده، وما تنسوناش في الاشتراكات. وخلوا بالكم حتى الدكاتره بتنصح برجلين الفراخ دي، والله جميله. كلوا واحده بس، كلوا كده بسم الله ما شاء الله. اعملوا رجلين الفراخ دي صواني كده في الفرن وكلوها، وشوفوا بقى شعركم وشوفوا عظمكم، عمركم ما هتشكوا منه، بسم الله ما شاء الله. وطبعا ايه نحطوا بقى الطماطم بتاعتنا دي كده يا حبايبي. انا مش هكتر، انا مش حاطه ميه، انا هحط طماطم بس اهي، وعليها يعني كوبايه ميه، وهحطها بقى ايه على الفرن كده على الغاز من فوق، تاخد غلوتين. وبعد يكون ولحت الغاز بتاعي سخن، واحطه ايه تاخد بقى تتشمح تتحمر ومن فوق ومن تحت كده، وتبقى عسل يا ناس يا عسل. وطبعا البانيه بتاعنا اهو، بس انا مش البانيه مش هينفع يا حبايب قلبي لوحده، لازما الدنيا ساقعه، ولازما نوع طبيخه في البيت، نوع طبيخ في البيت علشان ايه الاولاد تشبع وكده. طبعا يا حبايبي انا ولحت الغاز بتاعي اهو، رشه زيت بسيطه. ليه بقى؟ علشان الفراخ فيها يا حبايبي ادام، والادام ده كله هيجي ايه كله لبعضه كده في الصينيه. بس كده رشه الزيت الحلوه دي يا ناس يا عسل. ماشي. وتظبطي صينيتك كده
ده شويه نوع طبيخ اهو مشكل من خير البيت، بطاطستين على كوستين على جزرتين، شويه بزله، شويه فاصوليا، اي حاجه تعمليها يبقى طبق طبيخ جنب البانيه، وشويه رز وشويه مخلل. اهي تشكيله كده يا حبايب قلبي. وست البيت الشاطره الحلوه الجميله العسل تطلع من بيتها وتطلع من تلاجتها وتعمل كده جنب الاكل اي نوع طبيخ يا حبايب قلبي، علشان اولادك ما يشتكوش بعظمهم ويشتكوا برجليهم. يعني الحاجات النواشف ديت والكبده والبانيه والكلام ده كله لوحده يا حبايبي ما ينفعش، لازم نوع طبيخ جنب الاكل. اي خضار عندك مشكل كده ظبطيه وحبشيه وروقيه واعمليه يا غاليه يا عسل. اسرقها هي حبايب قلبي معاكم ماشي. كلمي مع حبايبك شويه. لا كده اشتركت عليها، وعملوا لايكات واشتراكات واكتبوا لنا في التعليقات. نسينا انتوا تعليقاتكم بسيطه يا حبايب قلبي، ونسينا اول يومين دول وجدعانوا معانا كده وصلونا ل50,000 مشترك على اول السنه الجديده. كل سنه وانتوا طيبين فرحانين باولادكم يا حبايبي. حبايب قلبي 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 من اسكندريه اللي عندكم، سلامي ليكم لحبايبي واخواتي اللي مشتركين معانا، وكل اللي هيشترك معانا واللي مشترك واللي بيتفرج ويطلع. كل سنه وانتوا طيبين. بصوا بقى يا حبايبي، طبعا انا هحمر طبعا رز. حطيت معلقه زبده وزيت، الزبده هي اللي اتحرقت انحمصت كده. طبعا يا حبايب قلبي نحمره بقى الرز ده كده. نعم ماما عدت نشجلي يا وديده يا ضي الحوش وما عاده. بكتب سيلفي طبعا انا مش هصورها علشان كل واحد حر في اختياراته ورأيه. برأيكم بقى يا حبايبي يا غوالي. شوية رز كده حباية وحباية. طبعا المخلل اللفت اللي انا ملحته يا حبايبي اهو، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. ايه رأيكم في الجمال؟ ايه رأيكم في الحلاوة؟ مفيش احلى من العمرة بتاعت البيت. الله يرحمك يا امي، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة. ادعوا لها يا جماعة، والله كانت ست طيبة. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويرحمنا في الدنيا وفي الآخرة، يرحم موتاكم موتنا يا رب. طبعا الواحدة تعمل لها كده وادي الصينية بتاعتنا هي يا حبايب قلبي بتغلي ماشي. اهم حاجة شوية الخضار علشان الاولاد. اي خضار عندك تعمليه تشكيلة كده ماشي، وحطيه يا حبيبة قلبي يا غالية لاولادك، وحطيه في الفرن كده يتظبط. ده حلوة يا بيضة يا متدلعة، والواحدة تدبر كده وتنمي في بيتها وتعمل يا حبيبة قلبي وتلم على عيالها وتلم على بيتها. وربنا يستر عرض الولاية ويفرحنا بأولادنا يا رب، ويفرحكم بأولادكم يا حبايبي. جدعانوا معانا وصلونا ل50,000 مشترك. أنا مش عارفة انتوا بخلة ليه يا حبايبي، بخلة. كل اللي يتفرج على القناة ويطلع بيبقى يعني مشاهدات كتير، بس مفيش يعني المشاهدات دي لو تشتركوا معانا والله هنعدوا وهنوصلوا. بس مستخسرين تشتركوا ليه يا حبايبي؟ جدعانوا معانا، زقوا معانا كده على اول السنه الجديده، سنه حلوه علينا وعليكم، طبقه خضراء على امه الاسلام يا رب، ويحرر فلسطين ويحرر الامه العربيه اللهم امين، ويشفي مرضانا ومرضاكم حبايبي واخواتي اللهم امين يا رب العالمين. طبعا معلقه زبده كده تظبطيها ماشي يا بيضه يا متدلعه. والله المستعان، الله المستعان يا حبايب قلبي. والحلو كله اللي عندك يا حبيبتي اعملي فطارك، اعملي اكلك، ظبطي بيتك، دفي بيتك، ولعي بوتاجازك. انما الواحده
في الشتاء ده يا حبايب قلبي، ان كان جبنه ان كان حاجات من دي، الغموس ده ما بيشبعش العيل، وبتيجي بالليل وبتجوعي. بيبقى برضك ايه مثلا الواحد لما تعملي شويه طبيخ في بيتك، لما تعملي حاجه كده العيل ياكل ويشبع. والله المستعان يا حبايبي، ربنا يفرجها علينا وعليكم اللهم امين. طبعا يا حبايب قلبي احنا حطينا الرز اهو يا حبايبي، ماشي. قلبناه مع ايه؟ مع الرز اللي حمصناه. عندك الشعريه تحمري لك شويه رز كده وتظبطي ايه امورك. الله المستعان. نحطوا بقى ايه ميتنا ونغطي عليه، نسيبوه لما يغلي ويشربوا الميه بتاعته كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده، بس يا حبايبي لما يتظبط علشان ما يتعجنش معاكي، يبقى رزك عسل يا عسل يا سكر يا متدلعه. ايه رايك؟ المغرب بيأذن اهو. الله اكبر عزيزي يا دايم يا رب. وادي الصينيه بتاعتنا اهي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. طبعا تطبخ شويه كده واحطها ايه يا حبايبي في الفرن. الله المستعان. ونعجبكم بقى الفيديو بتاعنا كده، تجدعانوا معانا كده يا حبايبي، تجدعانوا معانا وشجعونا. والسلام ختام. عملوا لنا لايكات بمناسبة السنة الجديدة يا حبايب قلبي. عايزين يا حبايب قلبي الاشتراكات، تجدعانوا معانا. بصوا بقى انا حطاها والله على البتاع من فوق اهي، على الغاز، البوتاجاز من فوق يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم في الجمال؟ الله المستعان. وادي الرز بتاعنا اهو يغلي بقى ونوطوا عليه.